ازيكم عاملين ايه وبكونوا بخير؟ بناء على طلب الجماهير انا قررت ان انا اقول لكم انا بشتغل ايه واحكي لكم عني. جايز ده يساعد بنات كتير قوي ان هم يبصوا لمستقبلهم بطريقه مختلفه، والناس اول ما تشوفني انا عليا فيديو بلوجر بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فعايز تنضمي لشلتنا بليز اعملي لايك لصفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب ولايك للفيديو ده كمان، ويلا بينا نبتدي. طيب هو مبدئيا انا عندي 29 سنه. الموضوع انا ابتديت اشتغل من سنه ثالثه كليه. انا فاكره قعدت فتره كبيره قوي اقدم في سيفيهات وكل الشركات وما كانش حد بيعبرني ولا حد بيقبلني. قعدت فتره طويله كده لغايه لما قررت انه لا، انا هخلق فرصتي بنفسي، انا مش هستنى حد شركه اصعب عليها فيشغلوني او الكلام ده، لا انا هشتغل. فرحت عملت مدونة دي عبارة عن ان انا بصور محلات وانزل صورها والاسعار وخلاص. انا فاكره الموضوع ده اول مره قلت فيها لبابا انا لابسه وهنزل هروح جراند مول هشتغل، وقلت له الفكره بتاعتي. بابا ساعتها قال لي ايه الهبل ده بجد والله، قال لي ايه الهبل ده، خشي اقلعي وبالليل ماما تبقى تنزلك جراند مول تتمشي شويه. انا فاكره الموضوع ده جدا. بابا ما وافقش من الكلام ده، هم كانوا خايفين عليا وكانوا عايزيني اشتغل في وظيفه ثابته في بنك في مش عارف ايه الكلام ده، بس انا قلت لهم لا، يعني ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي؟ انا عايزه انزل وهجرب لان انا فعلا عايزه اشتغل. كنت حاطه في بالي انه لا، يعني انا مش عايزه يعني ايه ابقى في سنه ثالثه كليه وبابا يديني مصروف، لا انا لازم اعتمد على نفسي ولازم اصرف على نفسي وخلاص، انا مش عايزه اخد مصروف من بابا. ساعتها نزلت رحت المحلات دي، كميه ناس احرجوني وكميه ناس قالوا لي لا غير طبيعيه. وساعتها كانت صدمت اللي هو ازاي يعني يكلموني كده وبتاع ومش عارف ايه، بس زي ما في ناس كتير قالوا لي لا، في ناس كتير قالوا لي انا فاكره الموضوع ده انه علشان اصور محل الصور بتاعته انزلها في المدونه، المحل بيدفع 50 جنيه، ف 50 جنيه دي اللي هي ولا حاجه. انا فاكره ان المدونه دي جابت لي بالظبط 800 جنيه، وكنت مبسوطه جدا ايام الكليه اللي يعني جاي لي 800 جنيه طبعا كان بالنسبه لي يعتبر اول مرتب ليا. المهم من بعدها اشتغلت في كذا فاشن براند منهم لان انا عرفتهم عن طريق المدونه. قعدت فتره كده اتعلم شويه لغايه لما اتخرجت. انا لما جيت اتخرجت على فكره بامتياز مع مرتبه الشهر الثانيه، بس كنت فخوره يعني بنفسي ان انا متخرجه وبشتغل. يعني انا كنت في اكاديميه سادات بزنس ادمنستريشن. المهم لما اتخرجت وكده كنت حاطه في بالي انه لا، انا عايزه ابقى ماركتنج مانجر شاطره في مجال الفاشن لان ده اللي بفهم فيه. فعلشان تبقي ماركتنج مانجر شاطره لازم تبقي عارفه في الطباعه وعارفه في الويب سايتس وعارفه في كل حاجه، وفعلا عملت كده. اشتغلت في شركات ماركتنج ايجنسيز كتير جدا، واشتغلت في شركات طباعه، واشتغلت في شركات ويب سايتس. كنت عايزه يعني ابقى بعرف اعمل ويب سايت، وفعلا يعني اتعلمت. اشتغلت في شركه ويب سايتس واتعلمت ويب سايتس وبقيت بعمل ويب سايتس وبقيت بعمل موبايل ابلكيشنز. قعدت فتره كبيره اشتغلت في الشركات دي. حاجه تانية برضو، انا كنت بشتغل الصبح وبالليل. انا كنت بشتغل الصبح في شركه، وبالليل كنت بشتغل في معرض، هو كان معرض فرنتشر، هو ايطاليان فرنتشر، كان قدام البيت. انا فاكره الموضوع ده كويس جدا ان انا كنت بخلص شغلي الاولاني واخد اللاب بتاعي واروح على شغلي التاني وافضل فيه لغايه الساعه 10 بالليل، وبعد ما اخلص اروح البيت على النوم. كان بابا وماما ما بيشوفونيش غير على النوم. ما كنتش بخرج كتير مع اصحابي لان انا كنت حاطه هدف في دماغي انه انا عايزه انجح وعايزه ابني نفسي وعايزه يعني عايزه ابقى ناجحه في حياتي. بعد كده اشتغلت في كذا يعني براند هدوم. كنت بقى بعمل مثلا يعني كنت بعمل ويب سايتس والموبايل ابلكيشنز بتاعتهم، كنت بعمل لهم الايفنتس بتاعتهم. وكنت مينلي سوشيال ميديا اصلا، كنت مينلي سوشيال ميديا مانجر، فكنت بمانج السوشيال ميديا بتاعتهم. لما نجحت في ده قعدت برضه ادور في حاجه انا مش شاطره فيها وابقى شاطره فيها، وفعلا قعدت بعمل لهم الايفنتس بتاعتهم. لما كنت بشتغل في شركه كنت بعمل لهم الايفنتس بتاعتهم. كنت بعمل فاشن كاتالوجز بتاعتهم، كنت بختار الثيم والفوتوغرافر والمودلز ومش عارف ايه، وثيم الكاتالوج هيبقى عامل ازاي وكده. وكنت بعمل فاشن شوز لان دي برضه من ضمن الحاجات اللي انا بحبها جدا وبفهم فيها. والحمد لله عملت كذا فاشن شو كان حلو جدا. الحمد لله يعني انا ما كانش عندي الخوف انه حاجه ما اعرفش اعملها اخاف فما اعملهاش، لا لما انجح في حاجه اسيبها وادور على حاجه تانية انا مش ناجحه فيها وابتدي انكشها لغايه لما اجيب اخرها ايه وهكذا. فالحمد لله قعدت
يعني اشتغلت في براندز كتير جدا لغايه اخر شركه اشتغلت فيها كانت ريفن. كنت ماسكه برضه ماركتنج هناك، السوشيال ميديا والايفنتس والحاجات دي. كنت بريبورت على طول لصاحب البراند، وهما شركه يعني محترمه جدا، وصاحب البراند شخصيه محترمه جدا. بعد كده قررت هولد شويه لحياتي، وقررت انه انا عايزه اعمل حاجه انا بحبها. ايه هي؟ معرفش. فالمهم جت في يوم كده بالصدفه لقيت بنت عامله فيديو على النت وبتشرح للناس وكده، فعجبني الفكره جدا. فقلت طب ليه ما اعملش فيديوز للناس واساعد الناس. ما كنتش عارفه على فكره ان الفيديو بلوجينج دي شغلانه، انا ما كنتش عارفه والله فعلا. كنت بقول ايه انه لا قشطه يعني هعمل فيديوهات والناس تحبني وانصحهم وكده وخلاص، ما كنتش عارفه ان دي فعلا شغلانه يعني. وفعلا قعدت بالظبط. بصوا انا دايما احب لما اعمل حاجه ادرسها الاول علشان ابتديها صح. you have to have a reference، يعني لازم تشوفي الناس اللي قبلك عملوا ايه وتقلديهم وتبقى كده تعملي احسن منهم. فهو ده اللي حصل. قعدت اشوف الفيديو بلوجرز الاجانب بيعملوا ايه وطريقه بيشتغلوا ازاي والقصص دي. خدت كورسات ميك اب. انا يا جماعه انا مش ميك اب ارتست ولا فاشونيستا ولا فاشن ديزاينر ولا الكلام ده يا جماعه. انك تقولي على نفسك ميك اب ارتست دي حاجه كبيره، ولازم يبقى عندك علم معين واشتغلتي براكتس قد وقت معين. كذلك الفاشونيستا يا جماعه ده علم، يعني مش عشان انت لابسه طقم جديد يبقى حلو خلاص يبقى انت بقيتي فاشونيستا، لا طبعا. فطبعا انا مقدره اهميه الشغلانات دي. فيا جماعه انا مش كده، انا سوشيال ميديا انفلونسر وفيديو بلوجر. فانا خدت كورسات الميك اب والحاجات دي علشان ده يعني ده الكونتنت اللي انا بتكلم فيه. لكن انا مش ميك اب ارتست، لان في بنات كتير قوي بيبعتوا لي يقولوا لي سعر الميك اب السواريه كام يعني. فطبعا لا يعني وانا يعني انا بحترم الناس اللي بتشتغل الشغلانات دي اكيد، بس ده مش مجالي يعني. انا مش عايزه ابقى ميك اب ارتست ولا فاشونيستا ولا الكلام ده يعني. فالمهم قعدت 8 شهور ادرس واخد كورسات وكده، لانه انا حابه لما اقول لكم حاجه ابقى عارفاها ومتاكده منها، مش عايزه فتي، مش عايزه الكلام ده. وفعلا اول فيديو نزلته يعني ما كنتش متخيله عدد الناس اللي حبت الموضوع وشجعوني قد ايه. انا نفسي كنتش متخيله الموضوع، يعني كنتش متخيله كده. فالحمد لله بجد كانت مفاجاه ليا ان ناس كتير عجبهم طريقتي واسلوبي، وان انا يعني مش بتصنع، انا بقول لكم فعلا اللي انا حاساه. انا بصراحه تو بي اونست الفيديوهات الاولانيه خالص كان في كذا فيديو انا مش راضيه عنه الصراحه يعني. بس لاجي افكر انه كلنا في الاول بنبتدي كده، كلنا في الاول بنبقى مش شاطرين شويه، بس مع البراكتس ومع انك تقعدي تعملي كتير مع الوقت هتتعلمي وهتفهمي. انا بصراحه يعني فخوره بنفسي جدا وفخوره باللي انا عملته في حياتي، انه ما وقفتش قدام الفشل وما وقفتش قدام ان مفيش ظروف ومفيش شركات بتقبلني. لا حاولت ان انا افرهد واروح هنا واروح هنا واروح هنا، لانه على قد السعي على قد ما ربنا بيرزقك برزقك يعني. ف يا رب اكون يعني افدتكم في الفيديو ده. وعايزه اقول لكم انه بصي البنات، يعني ده كلامي للبنات اللي هي بتشتغل عشان تجيب عريس وبعد كده تقعد في البيت. صدقيني مفيش حاجه بتنفع البنت قد شغلها ونجاحها. لا الجوز بينفع ولا اي حاجه بتنفع في الحياه. فعلا هو نجاحك وشغلك هم دول اللي هيعودولك. حاولي دايما انك تبصي لنفسك انه لا انا هنجح وانا هشتغل وهعمل. كلنا ابتدينا بمرتبات عبيطه جدا. انا كنت باخد من المحل الواحد 50 جنيه يعني عشان اصور له المحل بتاعه. مش مهم انك تاخدي فلوس في الاول، بس اهم حاجه انك تتعلمي عشان بعد كده بتبقي شاطره في مجالك وتبقي تاخدي المرتب اللي نفسك فيه. صدقيني بصتك لنفسك هتبقى مختلفه. يا رب اكون افدتكم في الموضوع ده واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.